السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على أحلى المشاهدين ليا في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمله بطاطا مكرملة بالسكر، حاجة سهلة وبسيطة جدا. زي ما انتم عارفين القناة بتاعتي بتهدف ان الحاجة تكون سهلة وبسيطة وأي حد يعرف يعملها وبسرعة. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبت معايا كيلو بطاطا او كيلو ونص زي ما انتم عايزين، هنروح مقطعينها وبعد كده نشوف هنعمل الحركه التانية ايه. حاجه هنجيب الصينيه بتاعتنا القمرايه ديت اللي هنعمله فيها البطاطا بتاعتنا، وهنروحوا جايبين ايه بقى. هنروحوا جايبين اهو زي ما انتم شايفين، هنروحوا جايبين كوبايه فيها نص كوبايه سكر، وهنروحوا ايه عاملينها كده زي ما انتم شايفين بنقلبها اهو. بعد ما بنقلبها ماشي هنروح رشينها في الصينيه، وبعد كده هرص عليها البطاطا بتاعتنا عشان احنا عايزين ان السكر ده يتكرمل معانا. ماشي انا هخلصها وهوريكم تبقى شكلها ايه. زي ما انتم شايفين اهي السكر بتاعنا ماشي اهو، سكر بالميه. هنروحوا جايبين بقى ايه البطاطا بتاعتنا وهنرصوها زي ما انتم شايفين كده، وهنسيبوها على النار ايه لحد ما تستوي، وهوريها لكم يبقى شكلها ايه بعد كده. اهي زي ما انتم شايفين اهي رصيتها في الصينيه، وهنغطيها بورق الومنيا او غطا اي حاجه عندكم تغطوها، وتحطوها على نار متوسطه ونسيبوها لحد ما تستوي. رجعت لكم تاني اهي البطاطا معانا بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه وجباره وسهله جدا وما فيهاش اي مشكله. ودي كانت وصفتي النهارده البطاطا المكرمله، وهشوفكم في وصفه جديده باذن الله من منوعات ماما مها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.